وعليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ وحشتوني كتير جدا جدا. يا رب تكونوا في صحة جيدة وفي احسن حال، اللهم امين يا رب العالمين. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا يا حبايبي، عايزة اقول لكم وحشتوني كتير جدا من الفيديو اللي فات. ما تنسوش الشير واللايك والاشتراك في القناة عشان تكبر بيكم حبايبي. النهاردة فيديو جديد كده جينا مع بعض عشان نبص على الزرع اللي احنا زارعينه. انا النهارده بدات كده بالزرع بتاع بطه صغيره، هي زرعت في الرمله، واحنا قلنا هنشوف زرع الرمله اللي هيطلع احسن ولا زرع التراب. طبعا هي خدت مني شويه تقاوي لما كنا بنزرع مع بعض الجرجير والفجل والخضره، وبدرتهم هنا في الرمل زي ما انتم شايفين كده المنظر. بصوا بسم الله ما شاء الله. بصوا ده هيبقى جرجير او فجل حاجه زي كده يا جماعه. بصوا اهو، هوضحه لكم وانتوا قولوا اذا كان ده بقى يبقى جرجير ولا فجل ولا دي يا جماعه، دي قته. هي خدت مني شويه بذور قته وراحت جايه زرعاهم كده، قالت هزرعهم هنا كده يا ماما ونشوفها هتطلع ولا لا. طبعا القته فحرت لها وراحت حطاهم تحت الارض. غير البذور دي، البذور الجرجير والفجل رشتهم رش بس كده. بصوا بسم الله ما شاء الله طول ايه. بصوا الطول بتاعهم وصل لحد ايه. والله زرعها نجح عن زرعي. انا هوريكم زرعي، بس زرع عشان في التراب اقصر من كده، مش نفس الطول ده كده يا جماعه. حتى الجرجير والفجر عندها بسم الله ما شاء الله طويل برضو. بصوا الطول بتاعه اهو، ده تقريبا هيبقى جرجير. بصوا الورقه بتاعته اهي باينه تقريبا، والله اعلم ده هيبقى جرجير والتاني ده هيبقى فجل، لان الورقه اهي بتبان. هو قدامه شويه كده كمان اسبوع ولا حاجه وهيبدا يبان ويظهر بقى. ودي القته اهي ورقها مختلف غير الورق التاني. بصوا بسم الله ما شاء الله. بجد الزرع في الرمله بيبقى احسن من التراب، مع ان هم بيقولوا التربه احسن وافضل، بس انا لقيت الزرع اللي في الرمله بيطلع بسرعه. يعني بصوا هو بيحتاج ميه كتير. الرمله معروفه بتحتاج ميه كتير عن التربه يعني، ده بس زرعها بيطلع حلو. بصوا هنا ده بقى كده، ده كان نعناع. انا جبت تقاوي نعناع يعني حوالي جدرين نعناع، مش تقاوي اللي هو كتير قوي، جدرين. بصوا بسم الله ما شاء الله اهو. نبت وبدأ يطلع. بصوا كده اهو، بيفرع بقى، بيعمل جذور يا جماعه وبيفرع، والجذور دي بتبدر في المكان وبتنتشر فيه. انا قطفت منه، كنت عايزه اعمل كوبايه شاي وكسلت اطلع اجيب نعناع من بره عشان بعيد عني شويه، فرحت جاي قاطفه منه وعملت. عشان كده هو تلاقوه قصير، بس هو كان اطول من كده، والجذور بتاعته كانت بسم الله ما شاء الله يعني كانت عاليه. ده بقى نخل يا جماعه، نخل طالع كده لوحده. النوى بتاع البلح تقريبا كنا بنرميه هنا، فطلع النخل ده لما شربناه ميه. طبعا الارض بتطلع اي زرع واي حاجه. كل ما بتدي الارض ميه لو فيها اي حاجه بتطلع. دوت النخل ده طالع كده لوحده بسم الله ما شاء الله يعني. حلو. بصوا بقى الزرع بتاعي بقى، تعالوا بقى هوريكم الزرع بتاعي. بصوا كده هنشوف مع بعض. الخضره طالعه متاخره جدا، ما اعرفش عشان ده مش اوانها ولا علشان هي في طبيعي بتطلع متاخره. بصوا دي هنا الخضره اللي هي الكزبره والشبت. بصوا انا عايزه اوريكم، باين منها حته كزبره اهي باينه في التصوير، حته كزبره يا دوب اهي يا جماعه. بصوا بتبدا تنبت وتطلع اهي، باينه ان هي كزبره. بتبقى ريحتها تحفه يا جماعه، بتبقى ريحتها حلوه جدا جدا. الكزبره اللي بتزرعها عندك دي وبتطلع كده في الارض بتبقى ليها ريحه كده وطعم تحفه. بقيه الزرع لسه بيبدا يطلع، طبعا في حشيش صغير طالع في قلب الزرع ده عادي. عنده القطط بقى ربنا يهديها يا رب كده ويبارك لها. القطط ما اعرفش بينها وبين الزرع ايه يعني. بصوا كان الزرع ده طالع، القطط بتقعد تشد فيه. مش قادره عليها والله، ما قادره احكمها ولا قادره عليها، فبتقعد تشد الزرع وخساره. انا بقى زرعت الدواير دي كلها كده ذره، زرعتها ذره. احنا هنسقي الزرع اهو، هي شغاله الخرطوم اهي، وهنسقي بقى الزرع عشان هو عطشان. انا بسقيه كل يومين يا جماعه، اللي هو يعني ايه بعدي يوم او يومين واروح جايه ساقيه بقى. هنا بيبدا يخضر برضو اهو عند الخرطوم اهو، وهنا برضو في صغير خالص اهو بيبدا يخضر. تعالوا بقى اوريكم الجرجير والفجل معايا. بصوا ده بقى اللي طلع. ده مزروع مع بتاع هبه، بس طبعا زرع هبه طلع علشان انا قلت لكم ان دي تربه بتاعت هبه رمله. الرمله طلعت اسرع. الرمله بصوا هنا دي ذره اهي زي دي كده
الذره دي انا دي تقاوي اهيت، جبتها وزرعت الاحرف بتاعت هنا داير ما يدور كده. وهنشوف بقى هتطلع. انا زرعها بقالي يومين، لسه هتبدا ان هي ان شاء الله تطلع. كل ما نشربها ميه، كل لما بنديها ميه هتطلع ان شاء الله. جبت تقاوي من دي كده، وبقيت افحر باي حته عصايه او اي حاجه ناشفه، واحط الذره واردم عليها عادي تاني، وهسيبها هتبدا ان هي تطلع. بصوا بقى الجميع بقى اللي احنا زرعناه، بصوا اهو، ده ان شاء الله ما اعرفش بقى يطلع جرجير او فجل اهو. لو حد يعرف بقى في الكومنتات علشان انا جبت التقاوي وزرعتها ببركه ربنا، وانا والله ما كنت اعرف التقاوي اللي عندي دي ذره ولا جرجير ولا ملوخيه ولا فجل، بس هي اغلبيتها يعني هتطلع فجل وجرجير، الله يعلم يعني كده. هوريكم من الناحيه التانية. بصوا المنظر اهو، بصوا اهي تبدا تطلع كلها اهي، واضحه معاكم باينه. استنى هلف لكم من الناحيه التانية عشان تشوفوها اكتر برضو من كل ناحيه. احنا هنشغل خرطوم الميه عليها عشان نشربها وتسقيها. كل ما بتسقيها كل ما بسم الله ما شاء الله بتطلع يعني احسن. بصوا بقى هي طلع زرعه هنا معاها، بس ما اعرفش دي ايه بصراحه، لسه هتكبر وهنشوفها دي هتبقى ايه اهي. اللي يشوفها برضو في الكومنتات ويعرف دي زرعه ايه يقول لنا. اللي يعرف دي، انا يا جماعه ان شاء الله اللي اكتشفته ان ده هيبقى فجل، لانه بصوا لو قربتوا جنب الحيط وشفتوا الزرع اللي جنب الحيط ده، بصوا اهي اهي باينه ان هي فجل يعني اهي. شايفين كده جنب الحيط اهي، في واحده هناك اهي بتبدا يا دوبها تبين الورقه بتاعتها، بتبان ان هي فجل. وهنا برضو لو ركزتوا هتبان ان هي فجل فعلا. انا كنت زارعه الزرع دوت، لما جيت دقت التقاوي بتاعته في بقي كده عرفت ان هي فجل. وهناك زرعت شويه مختلفين، معرفش اللي هناك بقى يبقى جرجير ولا نفس الحكايه برضو. هو بيطلع هنا بسرعه الفجل، والجرجير بيطلع بسرعه غير الخضره. معرفش ليه الخضره متاخره او ما طلعتش لحد دلوقتي، او بتطلع بصعوبه، او الاوان مش اوانها، والله ما عارفه بجد يا جماعه. بس هي تقريبا الاوان مش اوانها، لان الخضره في السوق غاليه جدا، وربط مع عصعصه يمكن بيحطوا واحدتين كده في قلبها، والربط ايه علشان مش اوانها يعني. فهي تقريبا ممكن تاخيرها في الطلوع ان ده مش اوانها، بس هي في حاجات طلعت منها زي ما انا وريتكم كده، في كام واحده كده طلعت باينه ان هي كزبره يعني. براحتها، احنا مش مستعجلين عليها عادي خالص، وبراحتها لما تطلع. والذره كمان زرعناها اهي كده، زرعانها بقالها يعني يومين بالظبط، ان شاء الله تطلع معانا وهوريها لكم برضو، وهصور معاكم الفيديو وهي طالعه. ده بقى ان شاء الله هيبقى الجرجير وهيبقى الفجل مع بعض. هنشوف التقاوى هتطلع لنا ايه. هو خلاص بدأ يبان ان هو فجل، والناحيه التانيه هنشوفها جرجير ولا ايه. هنحاول نشوف مع بعض ان شاء الله واعرفكم، وهتابع معاكم بالفيديو ونشوف الزرع هيطلع ايه، ونشوف ايه اللي بيطلع الاحسن، ونشوف الارض الرمل. هنشوف بقى الارض الرمله الافضل ولا الارض التراب، وهنعرف مع بعض وطريقه الزراعه صح ولا غلط. كل ده هيبان في الزرع لما يكبر كده ونشوفه ان شاء الله مع بعض. وهنحاول ان احنا كل يوم نتابع مع بعض كده، او كل لما يكبر كل يومين ثلاثه كده هوريكم لحد لما يظهر معانا. واحاول اشوف تقاوي تانية واعمل حته تانية او مكان تاني ونزرعه مع بعض ان شاء الله. شجعوني بس بالكومنتات واللايك والمشاهده للفيديو، وان شاء الله القناه تكبر بيكم، وان شاء الله اقدر اقدم لكم كل جديد يا حبايب قلبي. ده الفيديو بتاعنا، يا رب يكون اعجبكم ونال اعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.